لو وجدت التمر الإسرائيلي والتمر الجزائري سأقتني، سأشتري، سأفطر على التمر اليهودي. خلاص. كاش حاجة سموها تمور إسرائيلية يا نجس يا قذر يا وسخ. لو كان الشعب المروكي عنده ذرة من كرامة وذرة من حياء وذرة من رجولة، والله العظيم تبات على طريحة نتاع كلاب، يبيتوك على طريحة نتاع كلاب، لأنك الآن أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنك واحد من الناس الذين يساهمون في تغييب الصوت الشعب المغربي الأصيل الحقيقي اللي راكم مغيبينه. أمثالك انت هم راهم يدمروا في الشعب المغربي واللي راهم يشوهوا في الصورة تاعو أمام العالم كله. ما قدرتش تقول التمر الفلسطيني، معليش قول نشري التمر الفلسطيني نكاية في الجزائريين، ونشري التمر الفلسطيني وما نشريش التمر الجزائري. كنت ستحوز على احترام الجميع بما فيهم الجزائريين، كنت ستحوز على احترام الجميع لو قلت التمر الفلسطيني، لكن الشيطان الذي يسكنك خلاك تنطق بما في قلبك. قلنا التمر الإسرائيلي هذا هو الحيوان بهيم اللي راه الآن إمام خطيب ولا مانيش عارف يكون في بوسبير. وتأكدوا من المفروض الناس اللي عندها شوية وعي، بقايا وعي وبقايا أخلاق من الشعب المروكي، من المفروض أنه خلاص تفطن. الآن ما كاش مجال أنه ما يتفطنش، إذا ما تفطنش فهو سمك شبوط فعلا كما ما نقول لهم أنا مانيش غلط. فالتمر يسموه التمر الفلسطيني ويسموه البلح الفلسطيني. الله يذلك ويذل حالتك ويجيبها لك يا شيخ بوسبير، يا شيخ حنان، يلي كل ما نتوسموا ونقولوا هذا الشعب المروكي ممكن ينهض وممكن يبان وممكن ينفض الغبر على روحه، يجوا أمثالك يردموه، أمثالك من أشباه الرجال، ما نقولش أشباه العلماء لأنه ماكش عالم، أنت إرهابي سابق ومغتصب حالي، مغتصب تاع بنات، ما تستحاش ما تحشمش على أصلك. هذه حقيقتك. وهي بالفيديو يعني الحمد لله يا ربي ما جبناش حاجة من عندنا، أنت تتكلم وتقول باللي التمر الإسرائيلي. لعنة الله عليك وعلى إسرائيل.